درس 4 اول حاجه خدتي المواقع والاماكن، المواقع والايه؟ في المعلومات دي تعرفي اللي جاي اللي انا هقول لك عليه. اول حاجه عندك المخطط، فكره مبسطه للخريطه، فكره مبسطه المخطط ده او اللي بيبني المخطط واحد اسمه المهندس، واحد اسمه الايه؟ المهندس ده اللي بيبني المدارس واللي بيبني المساجد واللي بيبني اي حاجه، بيبني ايه؟ اي حاجه. مشينا في الخريطه، ولو انت نازل من بيتك ورايح المدرسه طريقك بيعتمد على 3 حاجات: السرعه، الهدف، السهوله. السرعه، الهدف، السهوله. حلو قوي. فضلنا ماشيين كده في الايه؟ في المنهج ودخلنا على حاجه اسمها الخريطه، حاجه اسمها الايه؟ الخريطه رسم مصغر لسطح الارض، رسم مصغر لسطح. حلو قوي. يعني الرسم المصغر لسطح الارض ده بيستخدم الرموز والالوان، بيستخدم الرموز والايه؟ بيدور عليها مقياس الرسم ومقياس الايه؟ زي ايه بقى؟ اول حاجه عندك عنوان الخريطه، عنوان الايه؟ عنوان الخريطه بيوضح موضوع الخريطه. وعندي تاني حاجه اسمها مفتاح الخريطه، مفتاح الايه؟ يعني مفتاح المستر، يعني بيوضح معنى الرموز والالوان اللي موجوده. لو لما اجي اقول لك مثلا البحر او المسطحات المائيه بتلون باللون الازرق، طب الاراضي الزراعيه بتلون باللون الاخضر، طب الجبال والمرتفعات بتلون باللون البني. تمام، دي اسمها كلها مفتاح الخريطه. حلو قوي. مشينا كده في المنهج ودخلنا على حاجه اسمها مقياس الرسم. مقياس الايه؟ انا لو عايز ارسم الفصل ده كله ينفع ارسمه في حته ورقه؟ لا، ما ينفعش. لازم استخدم حاجه اسمها مقياس الرسم، اللي هو ايه؟ النسبه بين المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه. حلو قوي. عندي حاجه اسمها ورده البوصله. يعني ايه يا مستر ورده البوصله؟ يعني اداه بتحدد لي المواقع والاتجاهات. لما اجي اقول لك بقى الاتجاهات: شمال، جنوب، شرق، غرب، اتجاهات اصليه 4 اتجاهات بيقابلها اتجاهات فرعيه 4 اتجاهات: شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب. اسمهم ايه؟ 4 اتجاهات فرعيه. مجموع الاتجاهات عندك كام اتجاه؟ 8 اتجاهات. يجي يضحك علينا في الامتحان يقول لك انت واقف ناحيه الشمس، فإن على يدك اليسار يكون الشمال. طب ايدي اليمين هيكون طب ورايا هيكون الغرب. حلو قوي. خلي بالك عشان دي معظم الطلبه بتتلخبط فيها. طيب، جهه الشمال يقابلها جهه الجنوب، جهه الشرق يقابلها جهه الغرب، عشان ما يضحكش عليكم ما تتلخبطش في الامتحان. حلو قوي. ده كان الدرس الايه؟ الثاني. طب الدرس الثالث خدت حاجه اسمها تطور الخريطه. الخريطه بنرسمها ليه؟ لوصف مسار، او القدماء المصريين بيستخدموها ليه؟ لوصف مسار الخريطه. وكمان كان بيرسم مواقع المناجم، مواقع الايه؟ زي الفل. فضلنا ماشيين وعرفنا ان الخريطه اترسمت زمان على ورق البرد وعلى جدران المعابد. فضلنا ماشيين ودخلنا عند العرب، عرفنا ان في واحد اسمه الادريسي. عمل ايه الادريسي؟ رسم خريطه للعالم، رسم خريطه للايه؟ زي الفل. وفضلنا ماشيين واحده واحده. بعد ما دخلنا في الادريسي دخلنا في العرب، دخلنا في الايه؟ عندي حاجه اسمها مريم الاسترلابي. مريم الايه؟ الاسترلابي اتأثرت بوالدها اللي كان عالما في الفلك، عالما في الايه؟ ومريم الاسترلابي طورت حاجه اسمها الاسترلاب من خلال حسابات رياضيه دقيقه. خلال حسابات رياضيه ايه؟ فضلنا ماشيين مع بعض. مستر، هو اصلا يعني استرلاب اداه فلكيه بتحدد المواقع والاتجاهات من خلال النجوم، يعني بالليل ولا الصبح؟ بتعتمد على النجوم، بتعتمد على الايه؟ حلو قوي. فضلنا ماشيين في تطور الخريطه وعدينا مريم الاسترلابي، والاداه دي الاسترلاب اتطورت وعرفنا حاجه اسمها نظام تحديد المواقع العالمي اللي هو اسمه GPS. حلو قوي. الGPS ده اكثر دقه ولا مش اكثر دقه؟ زي برضه ما البوصله الدقيقه والبوصله الذكيه اكثر دقه ولا مش اكثر دقه؟ الGPS ده نظام حديث ولا نظام قديم؟ طب الاسترلاب نظام قديم ولا نظام حديث؟ برافو عليكم. يبقى الاسترلاب نظام قديم.
لكن الجي بي اس نظام البوصله، لو قلت بوصله وسكت يبقى ده نظام قديم. طب لو قلت بوصله رقميه يبقى ده نظام برافو عليك. وعرفت اللعبه الاسئله بتيجي ازاي؟ طيب فضلنا ماشيين واحده واحده ودخلنا في اخر درس اللي هو اخر درس عندك في الوحده الدرس الرابع، مصادر جمع المعلومات. عندي مصادر اسمها مصادر اوليه. مصادر اسمها ايه؟ مصادر اوليه وقت وقوع الحدث. طيب عندي مصادر ثانيه اسمها مصادر سابقه بعد وقوع. مصادر اوليه زي الاثار والنقوش والبرديات. ها وايه تاني؟ اخر حاجه ناقصه. ها كتابات المؤرخين اللي عصروا وقت وقوع الايه؟ سؤال ذكي لئيم. لما اجي اقول لك بما تفسر تعتبر الاثار من المصادر الاوليه، هتقول لي الاجابه لانها وقت وقوع الحدث. شلت الاثار حطيت البرديات، شلت البرديات حطيت النقوش، كلها اجابه واحده لانها وقت وقوع. المصادر السنويه، المصادر السنويه زي الكتب، الموسوعات، المقالات، الافلام التاريخيه. لو جيت ضحكت عليك وقلت نفس السؤال الذكي الرخم، لو جيت قلت لك تعتبر الكتب من المصادر السنويه لانها كتب بعد وقوع. شلت الكتب وحطيت المقالات لانها بعد وقوع. شلت المقالات وحطيت الموسوعات لانها بعد وقوع. المصادر الاوليه والمصادر السنويه الاثنين مع بعض بيختلفوا في الزمن. بيختلفوا في ايه؟ لما بقول لك وجه التشابه، يعني ايه مستر وجه التشابه؟ يعني اللي بيشابه المصادر الاوليه المشترك ما بينهم ان هما الاثنين مصادر لجمع المعلومات، مصادر لجمع الايه؟ ماشي معاكي. عديت المصادر الاوليه والثانويه ودخلت في حاجه اسمها الحقيقه والراي والشعائر. الحقيقه والراي والايه؟ كده وتقولوا ايه؟ لما اجي اقول لك البحر المتوسط بيقع شمال مصر يبقى دي ايه؟ الحقيقه دي معلومات تم التاكد من صحتها. حلو كده. لما اجي اقول لك مثلا الشمس بتشرق من الشرق دي حقيقه ولا شائعه؟ لما اجي اقول لك والله وجهه نظري ان مدينه الاسكندريه اراء عباره عن ايه؟ وجهات نظر قد تكون صحيحه وقد تكون لما اجي اقول لك مدينه الغردقه اجمل مدن احسن افضل يبقى راي. حلو. فضلنا ماشيين مع بعض ودخلنا على حاجه اسمها الشائعات. مستر لما اجي اسمع خبر مثلا من غير ما اعرف مصدره، احاديث يتلقاها الناس دون معرفه مصدرها. لما اجي اقول لك والله التطعيمات بتسبب الامراض، ده يبقى ايه؟ بتهدد استقرار المجتمع، بتهدد استقرار الايه؟ لازم الدولة تنفي الأخبار دي لأن ده بيحافظ على استقرار المجتمع. عرفت الأسئلة ممكن تجيلك ازاي؟